احمد سعد عمل ما كانش حد متوقعه خالص. عملت ايه يا احمد يا سعد اللي انت عملته ده؟ مش عارفه المطرب احمد سعد عمل ليه كده. احمد سعد كان في حفله في جده. فجأة طلع كده بنيو لوك جديد جديد، نيو لوك. قلب السوشيال ميديا، حتى قلب دماغي انا ذات نفسي، وقعدت ابص واتفرج واقول ايه ده؟ معقول ده احمد سعد؟ معقول ده صاحب الحنجره الذهبيه؟ معقول حاجات كتيره كده. قعدت افكر اقول معقول ده احمد سعد يا جماعه؟ لا، في حاجه. طب الحلق ده بتاع احمد سعد ولا بتاع مين الحلق ده؟ حاجه غريبه كده استغربتها في احمد سعد. لا طب معلش، القط اللي انت لابسه اللي تحته ده، الشيفون ده، هل ده يعني مش عارفه يعني، هل ده شراب الشبيكه ولا ده ايه بالظبط، ولا ده حاجه داخليه ولا ايه؟ مش عارفه احمد سعد كان لابس ايه في الليله ديت بجد يعني. قلب السوشيال ميديا بالطقم اللي كان لابسه، طقم غريب. ما توقعناش منه ان هو يعمل كده. خلى كمان بالمرة يعني الفنانة سهير الخشاب طلعت واتكلمت وقالت كلام بجد لا تحسد عليه. يعني قذف جابها بجد 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 يعني. يعني قالت الحمد لله ان ربنا عافاها، والحمد لله بجد يعني ان ربنا عافاها ان هي ما وصلتش وشافت الطقم الجميل ده. وبعدين كمان اشادت كمان ان في يعني بتقول ان في حاجات من دولابها مش لاقياها ومن هدومها مش لاقياها. يعني بجد موقف لا تحسد عليه. بجد اللي انت عملته ده ما كنتش متوقعاه من فنان جميل زيه، فنان حنجرته قوية. وبعدين كمان ما طلعش هو اللي عمل كده بس، يعني مش هو اللي كان بيعمل كده بس يعني. قلت بقى يعني ايه، اخوه عمرو سعد طبعا شخصية حلوة، وطلع غنى معاه دويتو في قلب الحفلة اللي كانت في جدة. قلت اروح كده اشوف، اخد جولة كده واروح له عشان اشوف يعني هل عمرو هو كمان زي اخوه احمد ولا ايه القصه. ببص لقيت دخلت كده لقيت عمرو لابس نفس التيشيرت بس يعني يفترق. ده في شبيكه، والتاني الشبيكه بتاعته واسعه، والتاني الشبيكه بتاعته مش واسعه، شفاف برضو زيه. بس عمرو كان لابسه مش عليه الجاكيت القط وكده. يعني احمد يختلف شويه، بس انا عجبني قوي قوي الحلق اللي كان لابسه في ودنه. بجد شابوه يعني، حلق مش قادره اقول لك يعني. انا ما اعرفش انت عملت ليه كده. يا جدع ده انا بنام على صوتك يعني، ده انا بحب صوتك قوي. ده انا كل الفيديوهات اللي بنزلها لازم انزل فيها يعني اي حاجه تمسيني بلجأ على طول على حنجرتك. طب انا دلوقتي اما احب اروح اسمع اغانيك، اول ما هسمع اغانيك كده واشغل كده على التليفون الاغنيه بتاعتك وهاجي افكر هفتكرك وانت لابس البتاع ده، يعني هقوم ساكته، هسكت بقى يعني اشوف حاجه تانية بقى. ده انت لوحدك ترند، اسمك لوحده ترند. انت مفكر ان الطقم ده جابك ترند؟ لا هو جابك ترند عشان الناس بدأوا يتكلموا وينتقدوا. ده غير بقى ان يعني السوشيال ميديا مطلع الطقم وهو لابس جيبونه. يعني كمان يعني محدش ساكت كله طالع يتكلم. فانا يعني قلت انا كمان يعني اطلع يعني اقول له جايز يسمع كلامي. يعني بلاش النيو لوك كده، بلاش النيو لوك ده نهائي نهائي نهائي، ما عادش تحصل تاني. يا ريت بقى تطلع كده في حفلة تانية كويسة. وبعدين انت طالع فين تعمل العملة دي؟ في جدة؟ يعني طالع تعمل العملة دي في جدة؟ طب كنت خليها في حتة تانية يا عم، في أي مكان تاني غوي الحاجات ديت والحلقان والحاجات دي. لكن يعني اعمل في حتة تانية يعني، البس الطقم ده في حتة تانية مش في المكان ده. يعني أنا مش عارفة أنت يعني ليه عملت كده في نفسك يعني. أنت قامة يعني في الغناء. ده أنت اسمك بس تقول أحمد سعد ترند لوحده. أي أغاني مسلسلات ناجحة أحمد سعد أحمد سعد. إيه الطقم ده؟ ايه الطقم الجامد ده اللي انت عامله ده؟ بجد انا مش عارفه اقول لك ايه. اتمنى ان شاء الله الحلقه الجايه نجي يعني الحفله الجايه لخبطتني. اتمنى الحفله الجايه تكون لابس طقم حلو يعني.